السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم في القناه تاعي. اليوم جبت لكم وصفه تاع كيك مالح بالثوم المكرمل والفرماج. اذا ما جربتوش هاد الكيك غادي تراطو واحد الحاجه بزاف شابه. المهم هنايا عندنا لا فارين كومبليت، هذه فرينه تاع ماما اللي فيها فايده كبيره وخفيفه وشابه بزاف، سورتو اللي تبغي دير ريجيم وكاع. المهم هنايا غادي ندير 3 كيسان تاع الفرينه، هذه تي 150. هاد الفرينه مليحه بزاف. غادي نزيد عليها حبه بيض، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع الخميره تاع الخبز، ومغرف صغيره تاع لا ليفور تاع الكاطو، مغرف صغيره مهمره مليح تاع الملح. ونخلطوا كلشي في رحبه، ونزيدوا عليهم 6 مغارف تاع الزيت. نخلط كلشي في رحبه ونلم العجينه تاعي بالحليب دافي. هنا نديرو كاس تاع الحليب، مي ما نضيفوهش كاع، نضيفو غير بشويه على حسب ما تلاي منا العجينه. وانا العجينه تاعنا ما لازمش تجي تتلاصق، تكون ملايمه مليح، ما كيما راكم تشوفوا راهي طريه. وهنايا شوفوا انا دالي كاس تاع الحليب قل ربع، ومن بعد غادي نعجنها شويه. كيما راكم تشوفوا غادي نعجنها واحد من 3 دقائق حتى ل 5 دقائق هكا، ونعجن فيها، نعجنوها مليح حتى تولي طريه ورطبه كيما راكم تشوفوا. ومن بعد غادي نديرها هنايا في البسينه هذه ونبلع عليها ونخليها تخمر في غردها. هنا غادي نروحوا للثوم، غادي ندير 2 ريسان تاع الثوم، راني قاسمتهم. غادي واحد نقيه وواحد ما نقيهش، كل واحد ويدير الحاجه اللي تساعده. غادي ندير عليه شويه تاع زيت زيتون، شويه تاع الملح وشويه تاع الحرور. انا هنا درت لكم 2 تاع لي زاستيوس، وشوفوا نتوما اللي تساعدكم، تبغوا تنقوه وديروه، تبغوا تخرجوه وديروه كيما تبغوا. ونديروه في الفور حتى يطيب لنا واحد نص ساعه هكا، ومن بعد نخرجوه. غادي نروحو نوجدو دروك لافاغ تاعنا اللي غادي نديرو فيها 50 غرام تاع زبده، 50 غرام تاع زبده وشويه تاع المعدنوس، ونضيفوا عليهم الثوم تاعنا اللي كرملناه اللي كان في الفور. وغادي كي نخرجه تمتم نديره وهو حامي، ما نخلوش حتى يبرد. تمتم كي يكون حامي نمرسوه كيما راكم تشوفوا. هذا الثوم اللي درته كان واجد، اللي نقيته ودخلته. ودوك نبدا تاني ندير في الثوم الاخر اللي ما راش منقي، نخرجه من القشور تاعه كيما راكم تشوفوا. ونخلط كل شيء في رحبه. المهم هاد لا غوسيت تجيه باهل، والريحه ما نحكي لكمش، ريحته تشهي بزاف. وهاد لا غوسيت انا تعجبني بزاف وما ندمتش عليها، واشاك فوا نديرها. كيما راكم تشوفوا صايل الزيت هذيك لافاغ تاعي. درك غادي نجيب العجينه تاعي اللي خمرت لي كيما راكم تشوفوا، غادي نهود لها الخمور تاعها ونعاود نديرها في البلون دو طرافاي باش نخدم. غادي هنا نجي ندير شويه تاع الفرينه ونحط العجينه تاعي ونبدا نحل فيها بالحلال. هنا نخليها شويه غليظه، ما نديرهاش رقيقه، انا نديرها واحد سنتيمتر هكا، نخليها شويه غليظه ونديرها مستطيل. هنايا كيما راكم تشوفوا هاني درتها مستطيل. غادي نجيب لافاغ تاعي ونقيطاليها كاع في هذيك العجينه كيما راكم تشوفوا. غادي نمشي هذاك لافاغ كاع في الوجه تاع العجينه تاعي، ومن بعد نجيب الكوبات ونبدا نقطع. هنا غادي ندير فرماج رابي، انا هنا كان عندي فرماج تاع موندور وكان عندي شويه فرماج روج، رابيتهم وغادي نديرهم من الفوق. نتوما الفرماج اللي عندكم ديروه، عندكم بالشيدار، عندكم اللي عندكم ديروه. غادي نقطعها بالكوبات. هنا غادي نقطعها كل كيما نقولوا كل وحده غادي نقطعوها على 5. هنا تجينا 15 قطعه، هنا 15 مرسول اللي غادي نديروه. هنا ماشي اوبليجي نديروه بالتساوي، هنا ديروا عينكم ميزانكم، ماشي اوبليجي نديروه بالتساوي زعما مرسو كيما خوه. المهم هنايا غادي نبدا نربط في المرسويات هذوك باش نديرهم في المول كيك تاعي. هنا المول تاعي انا درت فيه شويه تاع الزيت ودرت له شويه تاع الفرينه. وهنايا لازم الجهه تاع الفرماج تكون داخل كيما راكم تشوفوا. غادي نزيد عليها المرسو الزاوج كيما راني ندير هكا باش الجهه تاع الفرماج تجينا الداخل.
غادي نكمل هذوك المرصويات كاع 5 ومن بعد نحطهم في المول تاعي. كما راكم تشوفوا هكا ونستفوهم في المول، نوقفوهم ومن بعد نكملوا ثاني الزاوجي هكا والثالثه كما هكا كما راكم تشوفوا. وغادي ندير عليهم دروك حبه تاع البيض مع شويه تاع القهوه، هنا شويه تاع القهوه ولا شويه تاع الخل، وندهنوا الوجه تاعه. وهنا لازم كي نديروا له البيض ونخلوه يخمر نديروا في بلاصه دافيه باش يخمر في غرته ويخمر لنا غايه ويجي طالع غايه. ودروك غادي نخليه يخمر الخطره الزاوجه ومن بعد نعاود نولوا له. وهنا شوفوا كي خمر وطلع لي غايه، راني نمشي على الفور تاعي على 180 درجه وغادي ندخله ونعاود نولو. وهنا بعد اللي خرجته شوفوا كيفاش يجي. هنا غادي نقسم شويه باش نوريكم. المهم هاد لا غوسيت لازم تجربوها، ودروك معلي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، واللي ما راهيش دايره ابوني في لاباج تاعي تخلي ابوني ودير لي جيم وتخلي لي كومونتير.